الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. عبارة بنسمعها كتير ويمكن كمان بنقولها لما نحس ان اختلافنا هيتحول لخلاف، لكن للأسف بنقولها لكن مش مقتنعين بمعناها. عشان كده لازم نسأل نفسنا السؤال ده: هو احنا ليه بقينا مش بنقبل اختلاف الرأي؟ ليه بقينا عايشين بنظرية المؤامرة وان اللي مش معايا لازم يكون ضدي؟ ليه بقينا نعارض من أجل المعارضة وبس؟ ما بقاش حد بيسمع حد، كل واحد متمسك برأيه حتى لو غلط. ده احنا حتى بقينا كده في الأسرة الواحدة، كل واحد شايف نفسه صح وشايف كل اللي حواليه غلط، عايز رأيه هو اللي يمشي مهما كان صح أو غلط. بقت نقاشاتنا كلها خناقات وإهانات وممكن كمان ضرب. بقينا بنشمت في مصايب بعض وندور على الحاجة الوحشة في كل اللي حوالينا عشان ننشرها. بقت الفضايح وسقطات البعض مادة خصبة لعمل ترند. حتى بلدنا اللي عايشين فيها مش بتسلم من لساننا. بقينا ندور على الغلط عشان ننشره، وممكن كمان ننشر نص الحقيقة ونحكي بالنص التاني، طبعا لمزيد من الإثارة. ولو حد اعترض أو قال رأيه ينال ما لا يرضيه، إهانة وبهدلة وقلة قيمة لمجرد إنه قال رأي مخالف. على فكرة، اختلاف الآراء شيء صحي وعمره ما كان غلط. من الآراء المختلفة ممكن نطلع بفكرة مفيدة. لازم نفهم إن كل واحد له تفكيره وقناعاته اللي مش من المفترض إنها تكون نفس تفكيرك وقناعاتك، وده حق كل واحد إن يكون له رأي يقوله وهو مش خايف من رد الفعل العنيف أو إنه يتعرض للإهانة والسخرية من أي حد. إياك تتخيل إن التمسك بالرأي ومحاولة فرضه على اللي حواليك بالقوة حتى لو هما مش قابلينه دي قوة شخصية أو سيطرة. لأ، ده إرهاب وعنف مرفوض ومرض نفسي. للأسف مصيبتنا في نفوسنا وقلوبنا المريضة اللي ضاع منها النقاء وتبدل بالحقد وسوء الظن والألفاظ السيئة. ربنا عز وجل خلقنا بعقول مختلفة وأفكار مختلفة وألوان مختلفة ولغات مختلفة، وده الحكمة. ولو كان ربنا عايز يخلقنا سواسية كان قادر يعمل ده. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. صدق الله العظيم. يا سادة، الاختلاف في الرأي شيء مباح وصحي، فبلاش نحوله لخلاف واتهامات وإهانات. اتعلموا تتقبلوا الرأي الآخر حتى لو كان مخالف لرأيكم عشان نقدر نعيش مع بعض في سلام.